هو الضحية بتتعلق بالنرجسي بعد ما بتعيش معاه في علاقة طويلة الأمد، ولا التعلق ده كان من الأول؟ تعالي لما أقولك. بسم الله الرحمن الرحيم. كده في البداية ومن أول ما بيعرفك هو بيبدأ يمثل عليكي دور الراجل التقيل اللي كلامه قليل، وكمان بيكون ذوق جدا، وبيديلك المايك طول الوقت، وبيكون كله أذان صاغية، وبيديك الفرصة طول الوقت انك انت اللي تتكلمي وتتكلمي وتعبري، وهو قال ايه؟ مستمع جيد. ولو اخدتي بالك وسألتيه انت ليه مش بتتكلم، يقولك اصل اسلوبك جميل، كلامك حلو، انا بحب اسمعك. وطبعا انت بتصدقيه، ما هو من الاول كده بيعاملك بذوق وادب ورقه، وبيقنعك ان هو ابن ناس ومتربي 10 مرات كمان. انت بقى يا قمر بمنتهى الطيبه وحسن الظن والتفاؤل والانفتاح على الحياه وعلى المستقبل وعلى الاخرين، بتفضلي تتكلمي وهو عمال يجمع في معلومات عن ايه؟ عن كل حاجة انت بتحبيها، كل حاجة بتكرهيها، بتخافي من ايه، حدودك عاملة ازاي، بتسمحي بايه وبترفضي ايه، تفاصيل حياتك كلها انت واللي حواليكي كمان. وبيبتدي يستخدم كل ده ضدك بعد كده، لكن في البداية هو بيمثل انه في كل اللي انت بتحبيه، وبيقعد يعمل لك ميرورنج ليكي انت لدرجة انك بتصدقي ان هو فعلا كده، وبتقولي في نفسك اخيرا لقيت حد شبهي، اخيرا لقيت توأم روحي، وتقولي كمان انا ربنا عوضني عن كل اللي فات، وتبقي فرحانة وطايرة من الفرح. دي كانت الخطوة الأولى. الخطوة التانية عشان يعلقك بيه بقى، بيعاملك معاملة مثالية. في منهم اللي بيغرق الضحية حب زي الأفلام كده بالظبط، وفي بعض الضحايا لما بيكلموني بيقولوا لي إن هم ما شافوش فترة الحب الذهبية الأولى دي، لكن كان بصراحة بيعاملني باحترام، وده راجع لكل واحد منهم على حسب نوعه وطيفه. بس في كل الأحوال بيكون في كلام واهتمام وهدايا مش بتشوفيها طبعا بعد كده، وبتعيشي على ذكراها. اي واحده بيتعامل معاها كده اكيد بتحس انها لازم تحافظ على الشخص اللي معاها ده، لانه ما يتعوضش، وطبعا لانه من كلامك درسك وحفظك، بيعمل لك كل اللي بتحبيه، ويقول لك ان هو بعيدا تماما عن كل حاجه بتخوفك، ويوعدك بكل اللي قلتيه له انك انت نفسك تحققيه، وانك عايزه توصلي له. وطبعا مع ده، مع المعامله الحلوه اللي بتحسسك ان انت ملكه وانك مهمه عنده، من الاخر هو بيملى حياتك وبيعشمك انه اللي جاي احلى واحلى معاه. واول ما بيحس انك بدأتي تتعلقي بيه، بيعمل لك اختبار ويدخلك على الخطوة الثالثة، اللي هي ايه؟ انه بيختفي فجأة. سواء كان الاختفاء ده من غير سبب، اختفاء حقيقي وغير مسبب، او بيتلكك لك على اي حاجة تافهة ويديلك ايحاء انكم ممكن ما تكملوش مع بعض، او يجي يقولك احنا مش عايزين نتسرع، خلينا نبعد شوية ونختبر نفسنا ونفكر، ويتعمد في الفترة ديت ان هو يبعد ويتقل وما يتكلمش وما يظهرش، ويخليكي تلفي حوالين نفسك، وتفضلي تعاتبي وتلومي في نفسك وتقولي هو انا عملت حاجه غلط، هو انا زعلته، طب يمكن انا قليله عليه، هو حاسس ان انا قليله عليه وان انا مش ماليه عينه، وتبداي تلفي حوالين نفسك وتدوري عليه وتجري وراه وتعملي المستحيل علشان تراضيه وعشان تكملوا مع بعض. لما توصلي للمرحله دي كده، شكرا، تم التعلق بنجاح، وهو بقى قاعد مبسوط انه عرف يلملم كل خيوط اللعبه في ايده ويسيطر عليكي ويمتلكك، وبيبدأ يكمل خطته اللي هي بتكون فيها تخطي حدودك واحدة واحدة، ويلف بيكي في دايرة الاستغلال النرجسي. من فضلك ما توقفيش المعلومة عندك، وحاولي تفيدي غيرك، واعملي شير للفيديوهات، وعرفي غيرك بطريق الوعي. ربنا بإذن الله يقف معاكي ويخرجك من اللي انت فيه ده على خير.